فرهود متأتية من الكلمة الكردية فر التي أصلها فر، فراندن يعني ينهب. فرهود يعني نهب. والكلمة هود تعني أمر أو حكم إجباري. فرهود، فر يعني نهب أو أخذ، وهود يعني أمر أو حكم إجباري، وبذلك فرهود تعني نهب أو وسلب. فستق. فستق أصل هذه الكلمة العربية هو الكلمة الكردية فستة. فستة يعني فستق. الفستق غير موجود ولا ينبت في الصحراء، ينبت في المناطق السهلية والجبلية مثل كردستان. فهرس. فهرس متأتية من الكلمة الكردية بيرست التي تعني طبقا للتصفيف أو الصف. الرست يعني يصفف. أيضا هذه الكلمة كلمة بهلوية، ففي اللغة البهلوية هذه الكلمة بيرست. دخلت هذه الكلمة الكردية للغة الفارسية بصيغة فهرست. فولاذ. أصل هذه الكلمة هو الكلمة البهلوية بولافت، والكردية بولا. نقول قوي مثل بولا، مثل الفولاذ. دخلت هذه الكلمة إلى اللغة الفارسية أيضا بصيغة بولاد. فيروز مأخوذة من الكلمة الكردية بيروس التي تعني مقدس أو مبارك. قرطق. هذه الكلمة المعروف العربية مأخوذة من الكلمة الكردية كرتك التي هي نفسها في اللغة البهلوية. إذا لا تعرفون معنى قرطق هذه الكلمة تعني باللغة العربية دشداشة. دشداشة في اللغة العربية تستخدم، التي هي نوع من الملابس، لباس طويل. قطر. قطر الدائرة مثلا. هذه الكلمة متأتية من الكلمة الكردية كوتارا التي تعني قطر الشجرة، التي دخلت إلى اللغة العربية بصيغة قطر، حيث تم تبديل حرف الكاف بحرف القاف. اللغة الفارسية اقتبست هذه الكلمة بدورها بصيغة قطور، فيسمون باللغة الفارسية قطر يسموه قطور. وأصل هذه الكلمة الكردية هو أستور. أستور يعني سمك، فنقول هذا الكتاب أستور يعني سميك. نعم. وأيضا هنالك حكمة كردية تقول داريت أستورة أربانة هورة، بمعنى إن كان عصاك غليظة فإن طحينك يكون ناعما جدا. نعم صحيح. قلعة. أصلها الكلمة الكردية قلاب أو قلات، التي كانت تستخدم قديما بمعنى البيت المبني على الجبل. دخلت هذه الكلمة الكردية للغة الفارسية بصيغة كلات. قلم. هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الكردية كولوم التي هي تلك القطعة الخشبية الرفيعة التي يتم غلق الباب بها. هذه الكلمة موجودة أيضا في اللغة البهلوية. هذه الكلمة الكردية دخلت أيضا إلى اللغة التركية والفارسية بنفس الصيغة، كما أنها دخلت القرآن. نون والقلم وما يسطرون، سورة القلم
الآية 68. قياس، اسم المصدر لكلمة قياس هو قس، الذي مصدره هو الكلمة الكردية جز. جز في الأيام السابقة قبل ظهور المتر كنا نقول كان القياس بالجز. الجز يعني ذراع. جاز، نحن نعم، نقول جاز. أي ذراع الإنسان نقول جز. لحد الآن الناس القدماء يستعملون ويقولون جز، يعني ذراع للقياس. فالذي يستعمل لقياس الطول، هذه الكلمة أيضا دخلت إلى اللغة الفارسية بنفس صيغتها الكردية. كأس، هذه الكلمة متأتية من الكلمة الكردية كاسة. هذه الكلمة الكردية داخلة في كثير من اللغات الأوروبية، مثل أستاذ علي، ماذا يقولون للكأس باللغة جلاس. الألمانية؟ جلاس. باللغة السويدية يقولون كاسة. جلاس. كأس، كأس. يا جلاس. أي جلاس. إيه لا، باللغة الألمانية. يا نعم نعم جلاسة. لا. أي جلاسة. ماذا يسمون عندما تذهب إلى محل تشتري شيء والقاصة، هذا تدفع المبلغ كاسة. الكاسة. كاسة. نعم، كاسة. نعم، سموها كاسة. نعم. جيت سور كاسة. كاسة. نعم. يا. إيه. فداخل إلى كثير من اللغات الأوروبية. كبد. كبد هذه الكلمة مقتبسة من الكلمة الكردية المركبة كالبز. كالبز التي تتألف من كلمة كال التي تعني لون فاتح. كال نقول توخ وكال. توخ عقل، عكس الكال يعني لون فاتح، تشير إلى لون أحمر. وكلمة بز التي تعني الدهن الموجود في بطن الحيوان، حيث تم تبديل حرف الزاء الموجود في الكلمة الكردية إلى حرف الدال في كلمة كبد. كر وفر مأخوذة من الكلمة الكردية جر التي تعني معركة. نقول مثلا المعركة جرة. جرة يعني شديدة. الكرخ، هذه الكرخ يقسم نهر دجلة مدينة بغداد إلى قسمين. القسم الذي على الضفة الغربية من النهر يسمى الكرخ، والقسم الذي يقع على الضفة الشرقية من نهر دجلة يسمى الرصافة. فالاسم كرخ المنطقة الغربية من بغداد غرب نهر دجلة متأتي من الكلمة الكردية كراخ. كراخ التي تعني ضفة أو شاطئ. هذا الاسم هو أحد الأدلة التي تشير إلى كردية مدينة بغداد التي بناها أسلاف الكرد الكاشيون. بقاء المعالم الكردية فيها إلى الآن يؤكد على ذلك رغم استيطان العرب فيها منذ حوالي 1400 سنة. كشمش، هذه الكلمة العربية مأخوذة من الكلمة الكردية كشميش المركبة من كلمة كيش التي متأتية من كلمة كشك التي تعني جاب. وشك، كشك يعني جاب، والتي في اللغة البهلوية هي بصيغة هشك. هشك يعني جاب. ومن كلمة ميش التي تعني كشمش،
وبذلك كلمة كشمش تعني كشمش جاف في اللغة الكردية. كركم من الكلمات السومرية لحد الآن باقية نستعملها نحن الكرد، وأخذها العرب بنفس الصيغة، وهي كما قلنا كلمة سومرية. كمون أيضا كلمة سومرية التي نستعملها وهي حية في اللغة الكردية. كنز مأخوذة من الكلمة الكردية جنج التي تعني شيء ثمين. كهرباء مقتبسة من الكلمة الكردية كاريبا التي كانت تعني السبحة التي كانت لها قوة الجاذبية، حيث أن هذه السبح فيها إلكترونات. إذا الإنسان هذه السبح يحك بها جسمه فيحصل كهرباء، فيولد الكهرباء. كوخ، هذه كلمة كوخ ذات أصل سومري. هذه الكلمة العربية مأخوذة من الكلمة الكردية كبر التي قد تحولت إلى شبرة التي هي كوخ يتم بناؤه من أغصان الأشجار ويستخدم في فصل الصيف للحماية من أشعة الشمس. الكلمة الإنجليزية cottage مأخوذة من هذه الكلمة الكردية. cottage لها نفس المعنى في اللغة الإنجليزية، يعني كوخ. كما أن الكلمة الكردية كوخ تعني بناء صغير، وبذلك لها نفس معنى الكوخ. هذه الكلمة الكردية داخل اللغة الفارسية بصيغتها العربية. كورة، أصل هذه الكلمة هو الكلمة الهيتية. الهيتيون والعرب يسموهم الحثيون، هم أسلاف الكرد. فكور تعني أعالي أو جبل. من الجدير بالذكر أن هذه الكلمة أصلها سومري أيضا وتعني جبل أيضا. فكورة باللغة العربية تعني بقعة فيها قرى وبساتين. لجام، فلجام هذه الكلمة العربية مقتبسة من الكلمة الكردية لخاو. هذا اللجام يستعمل يوضع في فم الحصان للسيطرة عليه، فيسحب الفارس حتى يسيطر على الحصان. دخلت هذه الكلمة الكردية أيضا إلى اللغة الفارسية بصيغة لجام. لجن هذه الكلمة الكردية الكلمة العربية تعني وساخة، متأتية من الكلمة الكردية لجن التي هي الإناء الذي تغسل فيه الأيادي، وبذلك تتراكم فيه الوساخة. هذه الكلمة مركبة من كلمة لا التي هي اختصار لكلمة لان التي تعني مكان، ومن كلمة جن التي تعني شيء وسخ. فنقول خاصة أعتقد لا تستعمل هذه الكلمة في الوقت الحاضر في اللهجات الكرمانجية الشمالية
والوسطى، وإنما تستعمل في اللهجة الكرمانجية الجنوبية أي اللرية. يقولون فلان جنى يعني سيء. وأيضا جنيا متأتية أيضا من هذه الكلمة. جنيا يعني عفن، متعفن. نحن أيضا نقول ذلك، نقول عن الشيء المتعفن جني، عن الشيء المتعفن أيضا جني، وعن الشخص السيء ذو القلب الأسود نقول جنية. جيد. تصورت يعني ما تستعملون هذه الكلمة. ولجوج يعني كثير الإلحاح، عنيد. هذه الكلمة العربية متأتي من الكلمة الكردية رتشو. آخر كلمة عندنا لحاف. هذا الغطاء الذي أثناء النوم نغطي أنفسنا به، مأخوذة من الكلمة الكردية نخاف.